في البدايه كده يا شباب، اول حاجه هنعملها هنفتح بلاي ستور بالمنظر اللي انت شايفه ده عندك من الموبايل، وبعد كده هنضغط هنا على بحث. ولو جينا هنا يا شباب نبحث عن صوره 2 بالمنظر ده، وبعد كده ضغطنا هنا على بحث. زي ما انت شايف كده هتلاقي ان الصوره 2 مش موجود خالص وسط كل نتائج البحث دي، وده بسبب يا شباب ان الصوره 2 غير متاح حاليا في الدول العربيه. هو فقط متاح في كام دوله زي الولايات المتحده الامريكيه اللي هي امريكا، وكندا، وكوريا، واليابان تقريبا، وكام دوله كمان. الحل بقى يا شباب اللي احنا هنعمله علشان نقدر نستخدم صوره 2 او التطبيق بتاع صوره 2، وهو بكل بساطه ان احنا نستخدم في بي ان. وعلشان يا شباب نقدر نحمل في بي ان هنكتب فوق في البحث هنا كلمه بلانيت في بي ان بالمنظر ده، وبعد كده نضغط هنا على بحث. وده يا شباب الفي بي ان اللي احنا هنحمله، فهنضغط عليه ضغطه بالمنظر ده، وبعد كده يا شباب هنضغط هنا على تثبيت. وزي ما انتم شايفين كده يا شباب هيبدا دلوقتي حاليا في تثبيت التطبيق بتاع بلانيت في بي ان اللي احنا نستخدمه علشان نقدر نستخدم صوره 2. وبالفعل يا شباب في خلال ثواني هيتحمل عندنا على الموبايل بالمنظر ده، وبعد كده هنضغط هنا على فتح، وهتلاقي ان التطبيق بتاع بلانيت في بي ان فتح معاك بالمنظر ده. هتضغط تحت هنا على الموافقه والمتابعه، وبعد كده تضغط هنا على عدم السماح، وبعد كده تضغط تحت هنا على تابع مجانا. من فوق هنا يا شباب هنقدر نغير اللوكيشن او المنطقه بتاعتنا. زي ما انت شايف كده هتلاقي ان موقعي معمول على كايرو او القاهره، بما اني يعني عايش في مصر. علشان كده احنا عايزين نغير الموقع بتاعنا الى اي دوله تانية تطبيق صوره 2 متاح عندهم. علشان كده يا شباب هنضغط هنا بالمنظر ده، وزي ما انت شايف هتلاقي عندك فيه دول كتيره، ولكن يا شباب الدوله اللي احنا نستخدمها او اللوكيشن اللي احنا نستخدمه هو يو اس اي، او اللي هي معناها الولايات المتحده الامريكيه اللي هي امريكا يعني. فهنضغط هنا على يو اس اي فري بالمنظر ده، بعد كده هنضغط هنا على حسن. وزي ما انت شايف بيقول لك دلوقتي ان هو جاري الاتصال، فهنستنى شويه. وبالفعل يا شباب في خلال ثواني غير موقعنا من مصر الى امريكا بالمنظر اللي انت شايفه ده، وهو حاليا دلوقتي يا شباب بقى متصل. فدلوقتي كل اللي انت هتعمله بعد ما تفتح عندك الفي بي ان وتغير موقعك على امريكا، اول حاجه هنتاكد ان احنا قفلنا التطبيق بتاع بلاي ستور من عندنا بالمنظر ده، وبعد كده نروح نفتح التطبيق بتاع بلاي ستور تاني بالمنظر ده. ركز بقى كده معايا، لو احنا بحثنا هنا على صوره 2 بالمنظر ده، وبعد كده ضغطنا هنا على بحث، زي ما انت شايف هتلاقي ان التطبيق بتاع الصوره 2 ظهر قدامي بالشكل ده. وحاليا دلوقتي يا شباب اقدر ان انا اثبته عندي على الموبايل، فهنضغط عليه ضغطه بالشكل ده، وبعد كده يا شباب هتلاقي عندك الزر بتاع التثبيت ظاهر قدامك بالشكل ده. وبعد كده يا شباب هنضغط هنا على تثبيت. في بقى حاجه مهمه جدا لازم اقول لك عليها، لو انت برضو عملت نفس الخطوات دي وفتحت عندك بلاي ستور ولقيت برضو ان التطبيق بتاع الصوره مش باين عندك، والمشكله دي ممكن تظهر عندك، بكل بساطه اللي انت هتعمله طبقوا معايا الخطوات دي. هتضغطوا هنا على الثلاث شرط اللي موجوده تحت، تضغطوا على دي، وبعد كده هتضغط هنا على بلانيت في بي ان، وهتعمل هنا قطع الاتصال بالمنظر ده، وبعد كده هتضغط تحت تاني على الثلاث شرط، وبعد كده هتضغط هنا على اغلاق الكل. وخلي بالك علشان الخطوه دي مهمه جدا لازم تعمل اغلاق الكل. وبعد كده هتعيد نفس الخطوات اللي احنا عملناها من شويه، هتفتح تاني بلانيت في بي ان، وبعد كده من هنا هتغير موقعك وتغيره زي ما قلنا على امريكا بالشكل ده، وهتستنى دلوقتي لحد ما يتصل. وبعد ما يتصل ويغير موقعك على امريكا بالشكل ده، هتروح بعدين تفتح بلاي ستور من تاني، بعد كده تضغط هنا على بحث، وبعد كده تكتب هنا فوق صوره 2 بالشكل ده. وزي ما انت شايف كده هتلاقي ان صوره 2 او التطبيق بتاع صوره 2 باين عندي بالمنظر ده، واقدر ان انا اضغط عليه من هنا، واقدر ان انا اثبته بكل سهوله من خلال الضغط هنا على تثبيت. لو انت برضو واجهتك نفس المشكله دي ولقيت برضو ان التطبيق بتاع صوره 2 مش باين عندك برضو في نتائج البحث، استخدم الطريقه الاخيره دي وان شاء الله تشتغل معاك. هتضغط هنا على البروفايل بتاعك بالشكل ده، وبعد كده هتضغط على السهم ده، وبعد كده هتلاقي قدامك جميع الجيميلات او جميع الحسابات اللي انت تقدر تسجل بيها على بلاي ستور او المتجر بتاع جوجل. كل اللي انا طالبه منك انك تختار من هنا من جميع الحساب بتاعتك دي حساب واحد انت ما استخدمتوش قبل كده او ما سجلتش بيه على بلاي ستور. طب انت ليه اصلا المشكله دي بتظهر لك؟ بكل بساطه عشان بلاي ستور بيقدر ان هو يعرف انك انت موقعك الاصلي مش في امريكا، وبيبقى عارف انك انت موقعك الاصلي بيكون مثلا في مصر او اي دوله تانية مش متاح فيها التطبيق ده. عشان كده انت بتلاقي التطبيق بتاع صوره 2 مش باين عندك. علشان كده انا بقولك استخدم اي حساب انت ما استخدمتوش قبل كده على بلاي ستور. طب افرض مثلا لو انت جميع الحسابات استخدمتها، بكل بساطه هتروح تعمل حساب جديد وتضغط هنا على اضافه حساب بالشكل ده، وهتنشئ حساب جديد وتسجل بيه على بلاي ستور، وطبق نفس الخطوات اللي انا شرحتها من شويه، وان شاء الله هتلاقي الطريقه دي اشتغلت معاك. المهم يعني انت عندك في كذا طريقه تقدر تستخدمها، استخدم الطريقه اللي تعجبك. وزي ما انتم شايفين كده يا شباب هتلاقي ان الصوره 2 اتثبت عندي بالمنظر ده، واقدر دلوقتي ان انا اضغط هنا على فتح، وبعد كده يا شباب هنضغط هنا على فتح، وهتلاقي ان التطبيق بتاع الصوره 2 فتح معاك بالشكل ده. هنضغط دلوقتي يا شباب هنا على
المتابعه باستخدام حساب جوجل علشان نقدر نسجل بالحساب او بالجيميل بتاعنا. فهنضغط هنا بالشكل ده، وبعد كده تضغط هنا على عدم السماح. ودلوقتي يا شباب التطبيق فتح معايا عادي جدا. انتوا طبعا يا شباب هتلاقوا ان الشاشه سوداء عندكم، وده يا شباب بسبب ان الصوره 2 مش بتسمح خالص انك انت تسجل شاشه الموبايل او تعمل يعني سكرين ريكورد للشاشه بتاعتك من داخل التطبيق. ولكن يا شباب انا بالنسبه لي كل حاجه تمام والتطبيق شغال معايا بشكل طبيعي جدا. ولكن طبعا الشاشه السوداء دي مش ظاهره عندي، انا شغال عندي التطبيق طبيعي جدا. ولكن هحاول كده بقدر الامكان ان انا اخد لكم كام لقطه من جوه التطبيق للتاكيد فقط يعني. ولكن طبعا لو انتوا جربتوا الطريقه دي عندكم هتلاقوا ان التطبيق شغال عادي جدا. لو احنا كده دخلنا هنا على البروفايل، اعتقد البروفايل ده هيبقى ظاهر عندكم. هتقدروا يا شباب من خلال الضغط هنا على علامه الزائد او علامه البلس انكم تصنعوا الفيديوهات اللي انتم عايزينها. لو انتوا يا شباب ظاهره عندكم الشاشه دي، الصراحه ما اعرفش هل هتكون ظاهره عندكم ولا لا على الشاشه يعني وانتوا بتتفرجوا، هتلاقي ان مكتوب عندي اصف الفيديو الجديد. اقدر حاليا دلوقتي يا شباب اكتب فكره الفيديو اللي انا عايزها، واقدر يا شباب ان انا اكتبها باللغه العربيه، والصوره 2 هتفهم اللغه العربيه بشكل طبيعي جدا، وهتحول لك البرومت اللي انت كتبته ده الى فيديو على حسب الوصف اللي انت وصفته. وبعد كده يا شباب هننزل تحت هنا ونضغط هنا على البروفايل بتاعنا، علشان يا شباب هي دي المنطقه اللي هيتم فيها توليد الفيديو بتاعنا. زي ما انت شايف هو حاليا بدا دلوقتي في توليد الفيديو، مالكش دعوه بالفيديو ده، انا كنت عامله بس فقط لتجربه الموقع. فهنضغط هنا على الفيديو علشان نجرب الفيديو بتاعنا. داود شايفين القمر عامل ازاي؟ ولا حد عامل زحمه ولا اشاره مرور، بس الجاذبيه هنا خفيفه ولازم تمسك الدركسيون جامد، ودي مصر هناك باينه. زي ما انت شايف كده هتلاقي ان الفيديو جميل، وطبعا ده شيء طبيعي جدا، وده بسبب انك انت بتستخدم النموذج بتاع الصوره 2. لو احنا بقى يا شباب عجبنا الفيديو ده وعايزين نحمله، هنطلع فوق هنا وبعد كده هنضغط هنا على الثلاث نقاط دول، وبعد كده هتضغط هنا على الحفظ في الجهاز بالمنظر ده. دلوقتي خلاص يا شباب حاليا ما بقيناش محتاجين ان احنا نستخدم الفي بي ان، ونقدر حاليا دلوقتي يا شباب ان احنا نقفله. فخليني برضه اوريك. لو احنا رجعنا تاني على بلانت في بي ان وبعد كده ضغطنا هنا على قطع الاتصال بالمنظر ده، وزي ما انتم شايفين كده يا شباب انا حاليا خلاص قطعت الاتصال، ودلوقتي حاليا موقعي بقى على مصر، فانا قلت بس اوريك كده عشان تتاكد. ولو احنا رجعنا تاني على الصوره 2 هتلاقي ان هو شغال معانا عادي جدا بالمنظر ده بدون الحاجه الى في بي ان، وهتلاقي ان كل حاجه شغاله بشكل طبيعي جدا. واكيد طبعا لما تيجوا تقفلوا الفي بي ان هتلاقي طبعا ان التطبيق صوره بقى اسرع معاك. عشان كده يفضل انك انت بعد ما تحمل التطبيق انك تقفل الفي بي ان من عندك وتعمل قطع الاتصال، وهتلاقي ان التطبيق بقى معاك اسرع من الاول. ولكن بقى يا شباب المشكله الاشهر واللي الناس كتيره جدا بتعاني منها وهي العلامه 100 بتاعه صوره 2. زي ما انتم كده شايفين يا شباب هتلاقي ان العلامه 100 بتظهر في 3 اماكن مختلفه على الفيديو بالشكل ده، وهتلاقيها بتنتقل من منطقه لمنطقه. وما تقلقوش يا شباب في اخر الفيديو هوريكم ازاي تقدروا تحلوا المشكله دي بكل سهوله. مهم جدا يا شباب لو الطريقه دي نجحت معاكم تكتبوا لي تحت في التعليقات ان الطريقه دي نجحت معاكم، علشان بقى يا شباب ان احنا نقدر نشغل عندنا صوره 2 ولكن عن طريق كمبيوتر. تابع معايا الخطوات اللي احنا هنعملها دلوقتي. احنا تقريبا يا شباب هنعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها مع الموبايل، ولكن هنا الموضوع اسهل شويه. اول حاجه يا شباب هنحتاج ان احنا ننزل عندنا في بي ان على المتصفح عندنا، وعلشان نقدر ننزل في بي ان على المتصفح عندنا هنكتب هنا نفس الفي بي ان اللي احنا كتبناه هناك اللي هو بلانت في بي ان، ولكن هنكتب جنبيه كلمه اكستنشن اللي هي معناها اضافه، علشان يا شباب احنا عايزين ننزل الاضافه دي عندنا على كروم. وبعد كده نضغط هنا على اول رابط، وبعد كده نضغط هنا يا شباب على الاضافه الى كروم بالشكل ده، وبعد كده تضغط هنا على اد اكستنشن، وبالفعل هتلاقي ان الاضافه دي او بلانت في بي ان اتحمل معاك. وعلشان نقدر ان احنا نستخدمه هتطلع فوق هنا وتضغط هنا على اكستنشنز، وبعد كده هتدور هنا على بلانت في بي ان هتلاقي مكتوب جنبيه كلمه نيو، هتضغط على علامه الدبوس دي وبعد كده تضغط هنا على بلانت في بي ان، بعد كده تضغط هنا على اجري اند كونتينيو، وبعد كده نطلع فوق هنا وهنغير اللوكيشن بتاعنا الى يو اس اي اللي هي امريكا بالشكل ده. واول يا شباب نغير اللوكيشن بتاعنا الى امريكا ويتصل بالمنظر ده، هنرجع تاني يا شباب على جوجل، ولكن طبعا اتاكد انك انت فاتح الفي بي ان وان هو شغال عندك بالشكل ده، وهتكتب في السيرش هنا كلمه صوره بالشكل ده، وبعد كده تضغط على اول رابط اللي هو ده بتاع صوره. وزي ما انت شايف هتلاقي ان التطبيق بتاع صوره فتح معاك بشكل طبيعي جدا بالمنظر ده. علشان بقى الشباب نقدر نستخدم التطبيق بتاع صوره ونقدر عن طريقه ان احنا نصنع فيديوهات، هنطلع فوق هنا ونضغط على لوج ان، وبعد كده نضغط هنا على لوج ان تاني، وبعد كده يا شباب هنضغط هنا على كونتينيو وذ جوجل بالشكل ده، والصفحه دي هتفتح معاك. في بقى حاجه يا شباب مهمه جدا، ولو انت ما عملتهاش صوره 2 مش هيشتغل معاك على الكمبيوتر. مهم جدا يا شباب لما تيجي تسجلوا بالحساب بتاعكم على صوره 2
مهم جدا انك تسجل بنفس الحساب اللي انت سجلت بيه على التطبيق بتاع صورة 2 ولكن من الموبايل. فلو انت سجلت عن طريق اي حساب تاني غير الحساب اللي انت سجلت بيه على موبايل، صورة 2 مش هيقدر يفتح معاك. عشان كده مهم جدا انك تختار نفس الحساب اللي انت سجلت بيه على صورة 2 من خلال الموبايل. فمثلا يا شباب ده الحساب اللي انا سجلت بيه على الموبايل، علشان كده هضغط عليه بالشكل ده. زي ما انتوا بقى كده شايفين يا شباب، الحمد لله انتوا هتلاقوا هنا الشاشه ظاهره ومش هتلاقوا قدامكم في شاشه سودا زي الموبايل يعني. مشكله بقى يا شباب صوره 2 على الكمبيوتر، للاسف مش هنقدر ان احنا نقفل الفي بي ان اثناء استخدامنا للصوره 2 على الكمبيوتر، عكس الموبايل اللي احنا كنا بنقدر بعد ما نحمل التطبيق بتاع صوره 2 كنا نقدر بكل بساطه ان احنا نقفل الفي بي ان ونستخدم صوره 2 بشكل طبيعي جدا. للاسف بقى هنا يا شباب مش هنقدر خالص ان احنا نقفل الفي بي ان اثناء الاستخدام صوره 2. علشان كده يا شباب هنضطر اثناء استخدام صوره 2 ان احنا نستخدم الفي بي ان. تعالى برضو كده يا شباب نجرب نصنع فيديو. هننزل تحت هنا في الديسكرايب يور فيديو وهنكتب هنا وصف اللي احنا عايزينه الفيديو. بالفعل انا محضر وصف من الاول اللي هو ده. وبعد كده يا شباب هننزل تحت هنا عند السيتنجز او الاعدادات وهنضغط عليها بالشكل ده. لو احنا يا شباب ضغطنا هنا هتقدر من هنا تختار الاسبكت ريشيو او مقاس الفيديو بتاعك. وزي ما انت شايف هتلاقي عندك فيه مقاسين مختلفين. هتلاقي موجود عندك مقاس البورتريه وده يا شباب المقاس اللي هو بيكون بالطول، وهتلاقي برضو موجود عندك المقاس بتاع اللاندسكيب وده يا شباب المقاس المناسب للفيديوهات اللي بتكون بالعرض. خليني مثلا اختار المقاس ده، ومن خلال يا شباب الديوريشن هنا او مده الفيديو هنقدر من هنا نختار مده الفيديو. وزي ما انت شايف هتلاقي ان موجود عندك هنا في مدتين، هتلاقي موجودة عندك 10 ثواني وهتلاقي موجود عندك هنا 15 ثانية. خليني مثلا اختار 15 ثانية بالشكل ده. ولو انت عندك صورة وعايز ترفعها علشان يعني تحولها لفيديو، تقدر تضغط هنا على علامة الزائد وتقدر من هنا ترفع الصورة اللي انت عايز تحولها الى فيديو. وبعد كده يا شباب هنضغط هنا على جنريت او توليد، وزي ما انت شايف بدأ دلوقتي في توليد الفيديو. وفعلا يا شباب في خلال دقيقة او دقيقتين هتلاقي ان الفيديو بتاعك بقى جاهز. فهتضغط هنا وبعد كده هتضغط على الفيديو بتاعك بالشكل ده. يا جدعان تطبيق صورة 2 بقى مجاني، تقدر تشغله من غير كود دعوة وكمان يشتغل على الموبايل والكمبيوتر. زي ما انت شايف الفيديو طالع روعة جدا. لو انت عايز تحمل الفيديو هتطلع فوق هنا وتضغط على الثلاث نقاط دول وبعد كده هتضغط هنا على كلمة داونلود او اللي هي معناها تحميل. وبالفعل يا شباب في خلال ثواني هتلاقي ان الفيديو اتحمل معاك بالمنظر ده. وزي ما انت شايف الفيديو شغال بشكل طبيعي جدا. تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تزيل العلامات المائية اللي موجودة في الفيديو او العلامة المائية بتاعت الصورة الرخمة دي اللي كل شوية بتتنقل من حتة لحتة. التطبيق يا شباب اللي احنا نستخدمه لازالة العلامة المائية اللي موجودة في الفيديوهات اللي بيولدها الصورة 2 هو موقع اسمه Unwatermark. اكيد طبعا يا شباب هتلاقيني سايب لكم جميع الروابط بتاع جميع المواقع تحت في وصف الفيديو وتحت في اول تعليق مثبت، بدل يعني ما تتعب نفسك والكلام ده. علشان يا شباب نقدر نستخدم الموقع ده هنطلع يا شباب فوق هنا عند الفيتشرز ونروح هنا عند الفيديو تولز وهنختار يا شباب فيديو ووتر مارك ريموفر. واوعى تختار صوره ووتر مارك ريموفر عشان للاسف يا شباب بيطلع نتيجه سيئه جدا. فهنختار فيديو ووتر مارك ريموفر وهنضغط عليها وبعد كده يا شباب من هنا هنرفع الفيديو. هنختار الفيديو اللي احنا لسه عاملينه من شويه اللي هو ده، وهتلاقي يا شباب ان الصفحه دي فتحت معاك بالشكل ده. اجمل حاجه يا شباب في الموقع ده وهو ان الموقع ده مش محتاج انك تسجل عليه بحسابك علشان تقدر تستخدمه، لا انت تقدر تستخدمه عادي بدون عمل حساب على الموقع. وبعد كده يا شباب هننزل تحت هنا وبعد كده يا شباب هنضغط هنا على بلاي بالشكل ده. لو انتوا كده يا شباب خدتوا بالكم هتلاقي ان في جزء باللون الازرق متحدد عليه بالشكل ده. فكل اللي انا هعمله هاخده بالشكل ده وهنزل بيه تحت هنا على الووتر مارك او العلامه المائيه بتاعت صوره بالشكل ده، وهبدا اخلي التحديد ده على قد العلامه المائيه بتاعت صوره بالشكل ده. خلينا مثلا نطلعها فوق شويه كده ودي ننزلها تحت حبه بالشكل ده، وممكن مثلا نصغر من الجوانب كده. اعتقد كده كويس. ولكن يا شباب بما ان العلامه المائيه بتظهر في 3 اماكن مختلفه فاحنا كده معناها يا شباب ان احنا محتاجين ان احنا نحدد على المنطقه الثانيه اللي بيظهر فيها علامه مائيه. وعلشان كده يا شباب هنضغط هنا على بلاي تاني وهنستنى لحد ما العلامه المائيه الثانيه تظهر. تطبيق صورة 2 بقى مجاني زي ما انت شايف ظهرت هنا. هحدد برضو على المنطقه دي بالماوس بالشكل ده، وما تنساش تخلي التحديد يا دوبك على قد العلامه المائيه، يعني حاول ما تكبرش التحديد قوي. وبعد كده نضغط هنا على بلاي تاني لحد ما العلامه المائيه تظهر في المنطقه بتاعتها الثالثه والاخيره. تقدر تشغله من غير كود دعوه وكمان يشتغل على الموبايل. وبعد كده هتوقف من هنا الفيديو وتحدد على المنطقه الثالثه اللي بيظهر فيها العلامه المائيه بتاعت صوره بالمنظر ده. خلينا كده نعدلها. اعتقد ان كده كويس. زي ما انتم كده شايفين يا شباب هتلاقوا ان انا حددت على ال3 مناطق اللي بيظهروا فيها العلامه المائيه بتاعت صوره، والعلامه المائيه بتاعت صوره مش بتظهر خارج ال3 مناطق دول. فدلوقتي يا شباب كل اللي احنا هنعمله هنضغط هنا على ريموف ناو علشان يبدا في ازاله العلامه المائيه اللي بتظهر في الفيديو من ال3 مناطق دول اللي انا حددت عليهم.
وزي ما انتم كده شايفين يا شباب هياخد دقيقه وشويه لازاله علامه مائيه، وزي ما انتم كده شايفين يا شباب النتيجه بتاعتنا بقت جاهزه. فخلينا كده نشوف الفيديو بعد ما ازال منه العلامه المائيه. فهنضغط هنا يا شباب على بلاي. يا جدعان تطبيق صورة 2 بقى مجاني. زي ما انتم كده شايفين يا شباب هتلاقي ان 3 مناطق ما بقاش ظاهر فيهم العلامه المائيه بتاعت صوره، وزي ما انت شايف اختفوا تماما بالمنظر اللي انت شايفه ده. تقدر بقى بالطريقه البسيطه جدا دي تزيل العلامات المائيه من الفيديوهات اللي انت انشاتها من خلال صوره بكل سهوله. لو طبعا الفيديو ده عجبك وعايز تحمله هتضغط هنا على داونلود فول فيديو، وبالفعل الفيديو هيتحمل معاك بدون علامات مائيه تماما بالمنظر اللي انت شايفه ده. وبس كده يا شباب تقدروا بقى بالطريقه دي تستخدموا التطبيق بتاع صوره 2 عندكم على الموبايل وعندكم على الكمبيوتر، طبعا بشكل مجاني بالكامل بدون بقى الحاجه الا استخدام كود دعوه والكلام ده. وبس كده يا شباب اتمنى فعلا انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده حتى لو شيء بسيط جدا. وطبعا لو انتوا عندكم اي سؤال انا تحت امركم، تقدروا تسالوني تحت في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم في اقرب وقت. زي ما انت شفت كده انا حرفيا ما بخدتش عليك باي معلومه، فاتمنى منكم برضو ما تبخلوش عليا بلايك وسبسكرايب، وانكم تفعلوا زر الاشعارات علشان يوصل لكم كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. ويعني ما تنساش كده تكتب لي كومنت حلو او تعليق حلو من ذوقك الجميل. وبس كده يا شباب كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.